ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ إن الذي يصلي الفجر تحدث له أمور عجيبة، لو علمها لزحف إلى الصلاة زحفا. اي والله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء، والصبح، يعني صلاة الفجر، قال لأتوهما ولو حبوا. ولكي أقرب لك ماذا سيحدث، دعني أمثلها لك بمثال. ألا ترى أن كثيرا من الناس يحب أن يؤمن في شركات التأمين على مقتنياته وحياته؟ طيب، صلاة الفجر هي عبارة عن تأمين شامل يحميك ويعوضك طوال اليوم وطوال الليل أيضا. إنها تؤمن لك يومك من المخاطر تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. سبحان الله، منذ أن تصلي الصبح وإلى أن يأتي وقت صلاة الفجر القادم أنت في حماية الله. وعلاوة على التأمين الذي حصلت عليه في اليوم، فإنك ستحصل على تأمين آخر في الليل أفضل من تأمين الحياة الذي يؤمنه بعض الناس. إن صلاة الفجر ستزيد عمرك بمقدار الثلث تقريبا. فمثلا إذا كان من المفترض أنك ستعيش 75 عاما، فإنها ستصبح 100 عام. وإذا كنت ستعيش 100 عام، فإنها ستصبح أكثر من 130 سنة، وهكذا. كيف؟ أليس النوم جزءا مفقودا من عمرك؟ بلى، فهو لا يوضع في ميزان حسناتك ولا شيء. كل يوم 8 ساعات ضائعة من الحسنات. إذا كانت بلا نية فهو نوم فقط. أما إذا كنت تصلي الفجر في جماعة فسوف يوضع في ميزانك ليل كامل من الصلاة والقيام والركوع والسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ليلة كاملة من السهر والتعب والصلاة يمكنك أن تحصل عليها بركعتين، مع أنك كنت البارحة نائم في فراشك. لكن سبحان الله، ألا يجعلك هذا تفرح وأنت تصلي الفجر؟ الصراحة فوات هذا يعتبر خسارة. وكل تأمين تقوم به في حياتك فإن هذا التأمين يكون في الدنيا فقط. التأمين الوحيد الذي يستمر معك إلى يوم القيامة هو صلاة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. هل رأيت في حياتك تأمينا أربح من هذا؟ إنه يوفر الحماية لك في أثناء اليوم، ويستثمر لك وقتك أثناء الليل. حتى في أهوال يوم القيامة يقوم بتأمين أخطر مرحلة لك، مرحلة العبور على الصراط المستقيم، فقط مقابل ركعتين اثنتين لن تأخذ منك أكثر من 10 دقائق. ألا يستغرب الإنسان بعد ذلك من الذين يحرصون على الاستيقاظ للعمل أكثر من حرصهم على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ ألا يستوحش المؤمن عندما يخرج من المنزل إلى المسجد فجرا فلا يرى في الطريق أحدا غيره؟ لا يوجد أحد يخرج من المنزل إلى المسجد إلا نادرا، ثم بعد ساعة أو ساعتين فقط يكتظ الشارع بالزحام والناس. ما الذي حدث؟ دوامات، مدارس، وزارات، يعني تريدهم يخصمون علينا؟ سبحان الله.